هناك اختلاف في توصيف ما يحدث وفي إلصاق بعض التسميات به، وهناك على العموم تصوران: تصور أو تأويل هوياتي، وتصور وتأويل حاجاتي، بمعنى أن هناك ميل إما إلى تفسير ما يحدث بأنه تعبير عن حاجات يومية، حاجات مادية، أيضا حاجات ثقافية وربما فكرية. وهناك من يقدم هذه الديناميكية الحادثة التي تحدث اليوم في العالم العربي على أنها ديناميكية نحو تحديد ملامح جديدة لهذه المجتمعات، وبالخصوص نحو الهوية. أنا أتحفظ حول هذا التأويل الأخير، وأقول بأن المحددات الأساسية للحراك العربي هي الحاجات على مختلف المستويات، حاجات الأفراد وحاجات المجتمعات نحو تحقيق إطار أمثل للحياة، تتحقق فيه ظروف حياة أحسن، وتتحقق فيه حكامة أحسن، وسلطة أكثر رشدا، وربما يستمتع بنوع من الرغد الثقافي ومن الحيوية الثقافية الملائمة. فحتى مصطلح الكرامة الذي يتم تداوله أفهمه أنا في مدلوله الملموس، لأن كرامة المرء تتحقق عبر تحقيق نمط حياة متوازن رشيد يتم فيه إشباع الحاجات، وربما الكرامة المادية هي الدرجة الأولى للكرامة الثقافية أو الفكرية أو المعنوية. فأنا أعطي الأولوية لمسألة الحاجات ولمسألة الحاجات الأساسية بالدرجة الأولى، ولا أستبعد الحاجات التي يمكن اعتبارها حاجات ثقافية أو ثانوية دون أن أتجه إلى قلب المعادلة.